السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين احبابي؟ لاباس عليكم؟ رمضان مبارك كريم، يا ربي يدوز عليكم بالصحة والسلامة وباش ما تمنيتو ان شاء الله، وبالشفاء العاجل لكل المريضين ان شاء الله. اليوم غنشارك معاكم الشباكية. درت هنايا 2 كيلو ديال الدقيق، ودرت هنا 2 معالق ديال حبة حلاوة. كل شيء في الغربال، ودرت هنايا 2 معالق ديال القرفة، 2 معالق كبار ديال القرفة حتى هما غادي نغربلهم بنفس الشكل باش ما تكون شي حاجه اللي تقطع لينا العجينه، شي حاجه اللي غليظه. اللي بغى يضيف اللوز يمكن له يضيفو. هنا 4 كاس ديال الخل، وهنا غندير كاس ديال الزيت. نخلط ما بين الزيت والزيت البلديه والزيت الروميه، نخلطهم في زلافه، يعني كاس ما عامرش. وغادي ناخد الخرقوم، غادي ندوبو في الماء ديال الزهر، ندوبو فحال هكا ونخويه على الخليط ديالنا. صافي من بعد كناخد الماء الزهر، كندير قرعه كامله ديال الماء الزهر، حيت 2 كيلو ديال الدقيق. صافي من بعد خديت 4 ديال الزبده، ذوبتها. الزبده تكون نوعيه جيده، وذوبتها وكبيتها مع الخليط. من بعد غناخد زلافه ديال الزيت، يعني خلطتها ما بين زيت البلديه وزيت الروميه، وغنكبها على الخليط. صافي من بعد كنبقاو نبسبسو الخليط بيدينا حتى كيتجانس لينا الخليط. حتى كيتجانسوا لنا المكونات. صافي وغنخليها ليله كامله باش كطلع لينا مزيانه. كنخلوها ليله كامله حتى الغد اللي عاد باش كنبداو ندلكو فيها ونشبكوها. من بعد ما درت ليها كويرات صغار وجبدناها، صافي كتخرج بهذه الطريقه، كتجي غزاله. وصافي هنا كندلكوها، بعد غنقطعها وندوزها في الماكينه وغندوزو للتشباك. هذه هي الطريقه ديالي في التشباك. غادي نقطعها على 4 وكنطويها على 2. من بعد كنسد جناب مع داك الجنب وكنخرجها في الوسط، وكتجي بحال هكا. كتجيني سهله، ونتمنى يا ربي تعجبكم الطريقه. صافي ونكملوا بنفس الطريقه. هنا من بعد ما كنسالي الشباك، صافي كندوز للقلي، كندير تقريبا اطرو ديال الزيت، وكندير فيه كنخليه حتى كيسخن مزيان في المقله. من بعد
ندير الشباكيه وكنقلبها. بالنسبه للعجينه نسيت ما قلت لكم، بالنسبه للعجين كتكون شويه قاصحه باش كتجينا الشباكيه ديالنا هشيشه. من بعد ما كطيب لينا راه كنرقدها في العسل حتى كترقد، من بعد نسقطرها ونحطها في واحد الطاوه وكندردر عليها الجنجلان وكتجي. من بعد كتجيني بهاد الطريقه هذه، صافي استفتها ودردرت عليها الجنجلان وكتعطيني كميه اللي كثيره بزاف. ونتمنى يا ربي يكون نال الاعجاب ديالكم. وشاركت معاكم طريقه سهله ومكونات بسيطه وكتعطي واحد الكميه اللي كثيره، ونتمنى يا ربي تعجبكم. شكرا لكم بزاف وما تبخلوش عليا بالتعليق ديالكم واللايكات. شكرا لكم بزاف ورمضان مبارك سعيد.